السلام عليكم السيد الرئيس. عندي سؤالان. السؤال الأول حول مصر. متى ستسمح بفتح مصر بالنسبة للسياح الروس؟ والسؤال الثاني، منذ يومين صرحت السعودية بأنها أسست ما يسمى بالتحالف الإسلامي. هذا التحالف لأصحاب السنة، وسيكون هذا التحالف ضد الشيعة وضد روسيا، ويضم هذا التحالف تركيا، وهذا يشكل خطرا كبيرا. وما تعليقكم بخصوص هذا التحالف؟ فيما يتعلق بالسياحة، بداية القرارات التي اتخذناها بشأن وقف طيراننا المدني إلى مصر لا ترتبط، قراراتنا لا ترتبط بقلة الثقة أو عدم الثقة بالقيادة المصرية. هذا ليس قرار سياسي. القرارات ترتبط بأهمية أمن مواطنينا. نقول لمواطنينا أنه الآن وللأسف فتلك الخدمات والهيئات الأمنية والخاصة في مصر إلى الآن للأسف ليست كفيلة بحل مشكلة أو التعامل مع مشكلة الإرهاب التي تهدد قطاع السياحة أو تهدد روسيا ومصر. والرئيس المصري السيد السيسي يبدي شجاعة فائقة لمكافحة هذه الآفة، ولكن هذا يتطلب وقتا من أجل حل كل هذه المشكلات. وما إن نخرج بآلية أو بآليات كفيلة تضمن الأمن لمواطنينا فستحل المشكلة. هذا العمل الذي نقوم به مع القيادة المصرية. ما الذي يعنيه ذلك؟ يعنيه أننا اليوم وعلى كل ما يتعلق بالأمن يجب أن يكون هناك ممثلون منذ انطلاق الطائرة إلى أن تحط في المطار الآخر الوجهة، ويجب أن يكون هناك ما يتعلق بالأمن الغذائي للمسافرين. هذه مشكلة مشتركة ويجب أن نجد لها حلا مشتركا لهذه التحديات كلها. أما فيما يتعلق بالائتلاف أو التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب في السعودية، تحالف آخر جديد، لا نعتقد بأنه سيكون تحالفا ذات طابع مضاد لروسيا. ذكرتم تركيا، لا نعتبر تركيا عدوة، بل قاموا بعمل عدائي ضد طيراننا. ولكن بشأن أن تركيا معادية لروسيا، لا، لقد اضطربت علاقاتنا. نعم، ولا أعرف كيف سنخرج من هذا الوضع، ولكن الكرة ليست في ملعبنا بكافة الأحوال بل في الملعب التركي. وعدا عن تركيا، مصر هناك في التحالف وهناك بلدان أخرى أيضا موجودة فيه، والمبادر لهذا التحالف هو العربية السعودية. لدينا نهج يختلف عن هذا البلد بشأن الأزمة السورية حول بعض النقاط، ولكن هناك أمور مشتركة بيننا، حيث نجري اتصالات دائمة مع السعودية. التقيت مع الملك السعودي منذ فترة، ونلتقي على الدوام على مستويات مختلفة، إن كان ذلك على مستوى الخارجية أو مستوى وزارة الدفاع. والآن نبحث مشاريع مشتركة في مجال التعاون العسكري التقني مع العربية السعودية. هناك برنامج كبير بالمليارات من الدولارات، وليس لدينا أي من فكرة بأن هذا التحالف لديه توجهات معادية لروسيا. وبشأن آخر، من أجل حل المشكلات بشأن الإرهاب بشكل فعال يجب توحيد الجهود.
وليس تقسيم المقدرات الموجودة لدينا. لا أفهم تماما من جهة ما جرى، لأنه في حال الولايات المتحدة شكلت تحالفا تترأس الولايات المتحدة نفسها ضد الإرهاب، وهذه البلدان موجودة في قوام هذا التحالف بما في ذلك السعودية، فما الأمر غير كافي هنا. لماذا شكلوا تحالفا آخر والحاجة لذلك في حال هناك تحالف موجود تترأس